يوم نقول هناكله النهارده، هناكله بكره، هناكله النهارده، هناكله بكره، وكل يوم ببعت اللي وراه. بصراحه كان نفسي فيه، ما كلتوش من زمان، بس ده عاوز يوم جمعه نكون احنا قاعدين فيه عشان كلنا ناكل مع بعض ونفتح نفس بعض فيه. بامانه هو يفتح نفس اي نفس مقفوله يعني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يا صباح الفل عليكم وصباح العسل. جمعه مباركه عليكم يا احلى اخوات في الدنيا واحلى متابعين. ربنا يبارك فيكم ويسعدكم ويسعد اوقاتك، اللهم امين. قولوا امين. وصلوا بنا على رسول. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يلا بعد ما صلينا على النبي عليه الصلاه والسلام تعالى ما نشوف احنا نفسنا ناكل ايه وعاوزين ناكل ايه، وتفتكروا انتوا بتحبوه زي ما انا بحبه ولا لا. يا ريت تقولوا في الكومنتات وتعرفوني مين فيكم بيحبه ومين فيكم ما بيحبوش. انا عن نفسي بحبه. تعالوا نشوف هو ايه. اتفضلوا. طبعا انا مجهزه الليمون بتاعي. شايفين الطبق الليمون الجميل ده؟ هقول لكم هنعمل ايه. ثانيه واحده. هنعمل بالليمون ده، ومجهزين البصله بتاعتنا هنا اهي، وبرضه اقول لكم هنعمل ايه، وده جرجير وانتوا عارفين. طيب يلا نشوف هنعمل ايه. شايفين ده ايه؟ هنشوف هو ايه. بسم الله الرحمن الرحيم. نسمي بسم الله كده ونشوف هنعمل ايه. بسم الله. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. اللهم صل على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. الله 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 على الجمال. الله. شايفين الحلاوه يا جماعه؟ شايفين؟ انا بصراحه ما عنديش صبر ان انا افك السلفانه دي واحده واحده، وهنتعامل بقى كده بالسكينه ونقطع على طول. اللهم صل على النبي. شايفين الحلاوه؟ شايفين الجمال؟ الله اكبر. تبارك الله تبارك الله تبارك الله. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله. شايفين الفسيخ حمراء وجميله ازاي وطريه وكلها طراوه وحلوه. شايفين اصلا راسها؟ بصوا يا جماعه، شايفين راس الفسيخه؟ اللهم بارك. شايفين؟ بسم الله ما شاء الله. شايفين الجمال؟ سمنه والله العظيم. اللهم بارك. سمنه. شايفين الفسيخ؟ الله اكبر. تبارك الله عليها وعلى حلاوتها. بصوا 3 فسيخات بألف هنا وشفا للي يشوف، والف هنا وشفا للي ياكل. هقول لكم هنعمل فيها ايه دلوقتي. هل ان احنا نتعامل بقى زمان كده؟ لا طبعا مش هينفع كده. بصوا احنا نعمل ايه. صلوا على الحبيب. جنب نشمر كمامنا ونشيل اللي في الحوض علشان اقول لكم هنتعامل معاها ازاي دلوقتي. بصوا بقى تعالوا نشوف هنعمل فيها ايه. طبعا الفسيخه لازم نغسلها كويس قوي قبل ما نعمل فيها اي حاجه. هنغسلها وبس؟ لا مش هنغسلها وبس. هنجيب الصينيه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بارك. تبارك الله. بصوا بقى شوفوا الحلاوه. ده فسيخ شربين يا جماعه. هو الفسيخ اللي يتاكل فعلا فسيخ شربين وفسيخ نبارو. ده بقى جاي من شربين. بسم الله ما شاء الله. بس فسيخه زي العسل عسل عسل كده. الاول انا نسيت اقول لكم جمعه مباركه عليكم. مش عارفه انا قلتها ولا لا، بس يلا مش مشكله. جمعه مباركه عليكم يا احلى اخوات في الدنيا واحلى متابعين. ربنا يجعلها جمعه خير يا رب، وتكون جمعه سعيده عليكم وعلينا وعلى امه محمد. اللهم امين. قولوا امين يا جماعه. يلا اقول لكم بقى هنعمل ايه دلوقتي. بس احنا بنخلي اول باول كده علشان ايه نشوف هنعمل ايه. طيب الفسيخ ده عاوز ايه. بسم الله. لازم نغسله قبل ما ننضفه. هنحط له كده شويه خل حلوين. تمام. وهنجيب بقى طبق الليمون بتاعنا كده اهو. ده ليمون يا جماعه اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. الاول لازم نقعه 5 دقايق كده بالخل والليمون قبل ما ننضفه ونفتحه. قبل ما ننضفه ونفتحه لازم نغسله كده الاول. نقعه دقيقتين بالخل والليمون. حد اقول هو بتنقع؟ نعم يا حبيبتي بتنقع. لازم تنقعيه بالخل والليمون كده عشان تتجنبي اي حاجه وحشه جواه قبل ما تفتحيه اصلا. يعني قبل ما تجردي القشره بتاعته دي، قبل ما تجردي القشره دي وتفتحيه لازم تنقعيه كويس كده بالخل والليمون. شايفه اهو ما شاء الله. تاكلي فسيخ جميل وصحي وزي الفل. لازم تغسليه كويس. تنقعيه 5 دقايق على الاقل، حتى 5 دقايق. شايفه اهو. ما شاء الله حاجه زي العسل. ما شاء الله تبارك الله تبارك الله. اللهم بارك اللهم بارك اللهم بارك. احنا كده نقعه بالخل والليمون قيمه 5 دقايق بس، حتى عبال ما نغسل ايه الخضره بتاعتنا. هشيله على جنب كده وهغسل ايدي من الزفره وارجع لكم تاني. طبعا احنا نقعناه لغايه لما نغسل الخضره بتاعتنا. يا ما شاء الله نقعها هي جميله وزي الفل. اللهم بارك اهي. غسلناها بتاعتنا الاول عشان اقول لكم انا بحب اتعامل مع الخضره بتاعتي ازاي. بصي يا ست الحبايب، ده الجرجير بتاعي اهو. اللهم بارك. شايفاه؟ بسم الله ما شاء الله تبارك الله. منقوع وزي العسل.
بصوا بتعامل معاه ازاي بقى كده، وسقط يدين جنب كده. اجمد. بصي علشان ما اطولش الفيديو عليكي برضو، انا وريتك انا بغسله ازاي اهو. تمام. وبحوش ايه، اهم حاجه الحوش عشان مبقاش فيها طينه ولا اي حاجه. يا ما شاء الله اللهم بارك، ما فيش فيها طينه ولا اي حاجه اهو. خلاص الجرجير بتاعي بسم الله ما شاء الله تبارك الله اتغسل وبقى زي الفل اهو، شايفينه شكله يفتح النفس، جميل ونضيف ولا طين ولا اي حاجه. طيب هنركنه على جنب كده ونشوف هنعمل ايه تاني. طيب ما تيجي نركنه فوق احسن علشان خاطر جنب الفسيخ الحلو الجميل ده، سواء اخضر او ناشف بيكون اساسي جنب الفسيخ. احنا بنحبه كده ما شاء الله تبارك الله. جنب الفسيخ بيكون عسل قوي قوي يعني، سواء بقى ناشف او اخضر. طبعا في الايام دي مفيش اخضر، في ناشف بس. تمام. فاحنا نتعامل مع الناشف ده وهقول لك برده هنعمل ايه. هنسوي بسم الله كده البصله اهي. وبعدين اصلا الفسيخ ما يتاكلش من غير بصل، يتاكل ازاي من غيره يعني؟ شايفين منا يا بنتي، على فكره ولادي بيحبوا البصل مع الفسيخ سواء كان اخضر او ناشف. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. انا عاوزه افصصه كده علشان تاخدي الحته بالظبط على قد ايه، على قد اكلك يعني، مش يتبقى منك ولا حاجه يعني. تمام. البصله دي حاميه جدا وبتحرق في العين على فكره. شايفين هنعمل فيها بقى يا امونه اهو. بصوا بسم الله الرحمن الرحيم، حبه خل ودي ليمونه. شايفين الليمونه ايه؟ الليمونه بتاعي الوحيد البصل حرق في عينيا جامد بصراحه. البصله دي حاميه جدا. بصوا بقى وشويه ملح صغيرين وخلاص كده، والملح خلاص كده تمام. وهنسيبهم كده مع بعضهم شويه يتنقعوا، وبعدين هنبقى ايه نرجع نبص عليهم بس لما نخلص تنظيف الفسيخ بتاعنا. صلاه على النبي عليه الصلاه والسلام. قول اللهم صل على محمد وال محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا النهارده الجمعه وانتم عارفين النبي عليه الصلاه والسلام قال اكثروا من الصلاه على محمد صلى الله عليه وسلم، اكثروا من الصلاه على النبي في يوم الجمعه بالذات يا جماعه. يعني المفروض يعني اصلا يعني ورد كده في لساننا ان احنا نصلي على النبي كل شويه، الصلاه فيها بركه يعني. تمام. اما بالنسبه ليوم الجمعه بالذات ان لازم نكتر فيه من الصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. طيب نشوف بقى الفسيخ بتاعنا نعمل فيه ايه. نسمي بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا يا حلوين اهو، بسم الله. ماشي كده اهو. انا مش عايزه احط في الحوض عشان ما يعورنيش، اللي انا هشيلها اول باول كده، هشيلها واحطها جنب. طبعا هو عايز مقص، بس انا في الوقت الحالي المقص بتاعي مفسوخ. شايفين دي الزعنفه بتاعتي، دي الزعنفه اهي شويه حمرا وجبنه مثلا عسل ما شاء الله. ايوه بصي بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الله اكبر تبارك الله. اللهم صل على محمد. دي المقص باش نفعل عنا المقص. مش البصل عشان ما تطفش عليه. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. الله اكبر. ريحته الجوه اصلا ما شاء الله نضيف. ما شاء الله حسبي. ما انا بقول لك ريحته الجوه ما شاء الله.
نجيبش الراس من جوه. هات اللحمه بتاعها كده، لحمه احمر العسل ده كده. غير هذا خلاص كده. شايفين بقى بسم الله ما شاء الله تبارك الله الفسيخ بسم الله ما شاء الله وحلاوه اللهم بارك، حاجه كده تفرح وتفتح النفس. طبعا الفسيخ ده زبده والله العظيم اللهم بارك، زبده احمر كده وجميل ورود قوي، مش حادق ولا حاجه ما شاء الله. يعني ما تشربيش وراه ميه، اي نعم ممكن تشربي ورا ريتلي ساقع لو انت حبيتي، مش مشكله عادي ما يعملش حاجه عشان انا بحب الساقع يعني عادي. اما بالنسبه والله بسم الله ما شاء الله تبارك الله حاجه زي العسل يعني. فكده جميل جدا ما شاء الله. انا غسلته بالخل والليمون، حاش اي ريحه زفره فيها او له اي حاجه طبعا، خلاه زي العسل كده وبقى زي الفل ما شاء الله. وبعدين دلوقتي عصرت عليه الليمون بسم الله ما شاء الله كده جاهز للاكل خلاص اللهم بارك. بألف هنا وصحه يا رب يجعله كده بألف هنا وصحه لياكل منه، ونفسي كلكم تيجي تاكلوا الاكل الحلو ده معايا. طبعا تعرفين رغيف العيش دوت اللي احنا بنقول عليه كنا زمان بنجيبه بشيلن، دلوقتي النهارده بنجيبه بجنيه. العيش برده ده حلو قوي قوي قوي، جميل جدا مع الفسيخ او مع الملوحه عامه، طعمه جميل. ما تنسوش